عمرك قبل كده جربت ان انت تكحلها ورحت عمتها؟ الحكومة البريطانية عملت كده بالظبط في ثعابين الكبرى. بص يا سيدي، ايام الاحتلال الانجليزي للهند مش لمصر ولا حاجة، كان في ازمة ثعابين الكبرى. ثعابين الكبرى دي كانت بتمشي في الشوارع عادي جدا زيها زي الكلاب الضالة عندنا كده، بالذات في مدينة دلهي. وجات لك بقى الحكومة البريطانية وقالت لك بس خلاص، انا هشغل دماغي وهقول للناس ان اي حد يجيب ثعابين الكبرى ديت ليه مكافأة مالية. أي حد ممكن يسمع الخبر ده من بعيد يقول صح، ده خبر رائع هيخلي الناس تتشجع علشان تحل المشكلة. لكن الهنود كانوا أذكى وشغلوا دماغهم أكتر من الإنجليز. الناس بقى شغلت دماغها الهنود دول وقال لك بس إحنا هنفتح المزارع بتاعتنا لثعابين الكبرى ديت تبدأ تتربى عندنا وتتكاثر، ونروح بالظبط كده، وناخد عليهم كلهم جوائز مالية. لكن بقى الإنجليز طبعا قفشوا الموضوع. لكن اللي حصل بقى إن الهنود قالوا لهم طب بس كده انتوا خلاص قفلتوا علينا السبوبة يعني؟ طيب، وراحوا فتحوا المزارع بتاعتهم كلها للثعابين ديت، وبدأت الشوارع فيها ثعابين أكتر من الموجودة أصلا قبل كده. وفي علم النفس بقى يا صديقي ده بيسموه كوبرا إفكت. وكمان في علم الاقتصاد على فكرة، إن أنت يكون عندك مشكلة معينة فتخلق حافز قوي يخلي الناس تشتغل أكتر وتنتج أكتر، بالتالي العوائد بتاعتك تبقى أكتر وأنجح. هي كده لما تلاقي إن المدير بتاعك بيقول لك بص أنت كل مشكلة هتحلها لي ليك عندي يا باشا جايزة، فتبدأ تعمل مشاكل أصلا مش موجودة علشان تاخد جوائز أكتر. وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واوعى شغل دماغك زي الهنود في الشغل. خلي عندك ضمير يا صديقي.